السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات محمد وآية. النهاردة يا جماعة صحينا من الصبح يعني من النوم، ويعني اتفاجئنا إن آية تعبانة ومش هتقدر تعمل أي حاجة خالص في البيت. والبيت زي ما انتم شايفينه كده هوريه لكم دلوقتي. البيت طبعا يعني مش نضيف وعايز يتنضف. العيال سهرانة طول الليل وعمالين يلعبوا، فالمهم موسخين الحتة، وآية سهرانة بعمرو الصغير طول الليل وماهيش قادرة خالص على آخرها. فقلنا إن إحنا لازم نفاجئها وننضف لها البيت ونعمل لها حاجة كويسة كده. يعني بصوا، نساعدها ونقدم لها حاجه كويسه من اللي هي بتعملها لنا على طول، وطول ما هي تعبانه طبعا. المهم ان احنا اتفقنا ان احنا نريحها، ومساعده كريم وعمر طبعا اللي احنا هننظف كلنا مع بعض البيت يا جماعه، ونفاجئ ايه بالنظافه دي وبالحلاوه دي، ونشوف هيبقى رده فعلها ايه. فاتمنى طبعا تتابعونا، وما تنسوش دعمنا بلايكات للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ادي الدنيا طبعا بايظه اهي، كل حاجه عايزه ترتيب، وعمر وكريم شغالين هنا اهو في الصالات طبعا وبينضفوا الحته. عايزكم بصوا تخلوا الحته على سنجة 10، ماشي ولا لا؟ عايزين نعمل مفاجاه حلوه لماما، والمهم تصحى تلاقي المكان نظيف، وكل واحد يظبط الدنيا كده، ونشوف النهارده احنا هنعمل ايه. طبعا احنا مش هنعرف يعني نقدم لها حاجه كويسه من اللي هي بتعملها لنا، هي بتتعب معانا، فاحنا عايزين نريحها النهارده عشان ما تصحاش من النوم تلاقي الدنيا بايظه وتتعب اكتر. ماشي، ظبطوا الدنيا كده وانا هاجي اساعدكم وانا جاي اعمل معاكم اهو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الدنيا كلها مكركبه، طبعا سهر العيال طول الليل. المهم اللي احنا عايزين ننظف الدنيا دي ونخليها على سنجة 10. فتابعونا بقى، وهثبت الكاميرا كده وهوريكم احنا هنعمل ايه بالظبط. عايزين بقى تنظيف يا جماعه يكون الدنيا متنفضه كده. ايه دي اهم حاجه، نفض الدنيا كده. يلا. طبعا يا جماعه اهم حاجه الترتيب والتنظيف، يكون كل حاجه كده فيها لمسه جمال. طبعا احنا مش هنعرف نعمل الحاجات دي زي ما هي بتعمل، انما هي طبعا الواحده الست بيبقى لها لمسه كويسه كده بصراحه. بس احنا قلنا هنعمل على قد اللي احنا نقدر نعمله، هنعمل على قد اللي احنا نقدر نعمله. طبعا يا جماعه احنا يعني مش عارف المنظر كده هيبقى عاجبكم ولا ايه بالظبط. يعني بصراحه كده انا مش عارف. يعني نجيب دي نحطها هنا في النص هنا، يبقى كده تمام صح. نجيب بقى نزق دي كده عشان طبعا نلم السجاد. نلم السجاده يا جماعه عشان ننفضها. طبعا يا جماعه السجاد ده هيتنفض فين؟ في البلكونه، هنعمله في البلكونه. وكده انا نفضت طبعا السجاده دي، نفضتها بره، لكن احنا عايزين نلمها بطريقه كويسه كده. ما اعرفش نلمها بطريقه كويسه. انا يا جماعه السجاده لميناها، نكنس بقى مرحله الكنس مال عشان انتوا مش هتعرفوا تكنسوا. انا طبعا بشوف يا جماعه بتمد ايديها تحت الكنب هنا عشان لو في اي حاجه تطلع. انا هعمل زيها، فانا هعمل زيها كده. تمام. يلا بقى انتوا بقى خشوا لي انتوا على الصاله اللي بره دي، وحاولوا انكم تظبطوا اي حاجه كده مش مظبوطه، مش في مكانها، تشيلوها وتحطوها في مكانها. على ما اظبط انا هنا وافرش انا هنا، يبقى احنا كده انتهينا من الاول من المرحله الاولى بالنسبه للصاله دي. طبعا هنا يا جماعه نفرش بقى السجاد عشان نخلص من اول صاله. بعد كده نشوف هنعمل ايه جوه. نجيب بقى الترابيزه. ادي الترابيزه يا جماعه، وهي دي الفرش. بس برضه عشان نبقى نعمل حاجه كويسه عايزين نمسح الترابيزه دي. لحظه. طبعا يا جماعه جبنا الفوطه نمسح بقى نحط عليها ميه، نبللها ميه، نمسح الترابيزه ونظبطها. طبعا مطرح اي مشروبات اي حاجه مبهدلاها
يبقى احنا كده ايه، ظبطنا الحته، مسحنا الترابيزه وروقناها كده وخليناها على سنجة 10. نفرشها بقى، نحط المناديل بتاعتنا، وقولوا لنا بقى ايه رايكم في النظافه يا جماعه. خش بقى يا جماعه، دلوقتي احنا نضفنا اول صاله، نخش بقى على الصاله الثانيه ونشوف هنعمل فيها ايه. برضو كريم وعمر كانوا شغالين هنا ونضفوا فيها بعض الحاجات هنا، هوريها لكم دلوقتي وهنكمل مع بعض. ادي يا جماعه كريم وعمر شغالين فيها، وادي كريم بينضف وعمر طبعا تايه ما هوش عارف هيعمل ايه. طبعا يا جماعه هنا كريم على قد ما قدر نضف شويه، بس اهم حاجه يا كريم بتاع الركن، نفض الركنه كويس من اي عفر اي تراب اي حاجه، عشان ايه لما نيجي نكنس يبقى كله على بعضه تمام. يلا يا عمر توقف تاه ليه؟ م. احنا عايزين في 5 دقايق كده نكون مخلصين الحته دي، ازاي بقى ما اعرفش. لا يعني نفضها بس على السجاده، واحنا كده كده هنشيل السجاده هننضفها. نضف. طبعا يا جماعه اهم حاجه يعني ايه، يعني برضو الحاجه المفيده هنا انك لازم تعلم طفلك كمان النظافه، يتعلموا الترتيب، تعلموا النظافه. يعني ما تعودش الطفل كده ان هو يبقى مهمل ويوسخ الحاجه وعايز اللي ينظف له الكلام ده، لا تعود طفلك ان هو يطلع شاطر، ينظف المكان اللي هو قاعد فيه، يخلي المكان اللي هو قاعد فيه نظيف. دي هتفيدك انت وهتخليه هو كمان يحافظ على المكان، وتخليه هو كمان يحب التنظيف ويحافظ على المكان. طبعا يا جماعه اللي مرتب الحته دي واللي مرتبها كريم وعمر والله، يعني انا لسه ما مدتش ايدي هنا في اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده كانت الدنيا بايظه. هنا كريم بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يرضيه يا رب، زي ما انتم شايفين شاطر هو في الترتيب. مع عمر زي ما انتم شايفين كده عمال يلف حوالين نفسه ومش عارف هو عايز يعمل ايه اساسا، يعني بصراحه مش عايز تعمل ايه يا عمر، عمال تلف حوالين نفسك ليه؟ اه. تعالوا بقى يا جماعه نشيل بقى السجاده ونشيل الترابيزه دي بعد ما هم رتبوا طبعا الركنه، ونكنس تحتها. يلا بينا. طبعا يا جماعه زي ما احنا عملنا هناك هنعمل هنا برضك. استنى، نزل الفرش ده، هنمسح الترابيزه يا جماعه برضك. خد امسحها انت وظبطها كده، روقها كده، اظبطها كده. خلاص يا كريم نفضت دي، اظبط انا وراهم برضك يا جماعه. الفرو ده يا جماعه لازم ايه تخبطه برجلك كده عشان ايه يفرفش كده، عشان ما ينامش. شوف يا جماعه بعمل زي اللي مع كريم، شوفوا اللي مع كريم نايمه كده، فاحنا عايزين نوقفها ونخلي الشعر بتاعها واقف كده وشكله حلو، فنفضل نخبطها كده، نخبطها كده، تلاقي ايه وقفت واتنفشت كده وبقت شكلها حلو. نخبط الجنب الثاني برضه اهو يا جماعه كده اتنفشت وبقت شكلها حلو. نظفت انت دي، رتبت الدنيا، مفيش حاجه مقلوبه، مفيش حاجه مش متظبطه. م. طبعا يا جماعه دي ترتيب عمر وكريم، المهم احنا عايزين ماما تبقى مبسوطه باللي احنا بنعمله خلاص. م. طبعا يا جماعه اهم حاجه ايه تظبط الحاجه، ان رتبت صح يبقى كل حاجه معاك نطفت صح، ترتب صح كل حاجه ايه نطفت صح. هنا مفيش اي حاجه، هنا الدنيا مترتبه تمام. نيجي بقى نشيل الفرش اللي هنا، هو كده يا عمر لحظه كده هو. نشيلها برضو يا جماعه نفضها، مايل نعملها نياق، نفضها عشان ايه نلمها زي ما هي كده بوساختها، عشان نفضها في البلكونه عشان ما توسخش الحته اكتر. ادي كده لما ننام بعد كده ايه هنكنس، هنروح بقى البلكونه نفضها كده يا جماعه، نفضناها ونكنس بقى ونظبط الدنيا. الصغيره ماشيه الصغيره دي كده يا عمر، عايزكم تشيلوا لي السجاده الصغيره ده من تحت المكيف ده. طبعا يا جماعه على قد الواحد ما بيعمل المهم ايه، ايد على ايد رحمه بصراحه، يعني ايد على ايد رحمه. انا لو بعرف بصراحه في الطبيخ او بعرف اكل بعرف اكل، انا بعرف اكل اصلا، بس لو بعرف اطبخ كنت طبخت، انما معلش بقى هي بقى تستحملني في الطبخ لان احنا ما بنعرفش نطبخ بصراحه. طبعا كنت ده هنا، هات نظبط ده، هات لي بص، هات لي الجاروف، ماشي هات الجاروف من بره ماشي. وكده يا جماعه نضفنا كل حاجه، مفيش بقى ايه، هنخش دلوقتي على اوض النوم ونشوف ايه اللي لازم وهنعمله. كده اما الم هات السله، مرحله الفرش بقى نجيب السجاده بتاعتنا اللي احنا نفضناها طبعا، زقه كده عدل اه، بس كده تمام. نجيب السجاده بتاعتنا نمشيها وكده، ماشي الماشيه دي كده. هات الفوطه كده عشان عمر ما عرفش ينضف الترابيزه صح. تعالى احنا يا جماعه ننضفها.
نظبط الدنيا كده، اتعلموا الترتيب والروقان. تمام، اتعلموا ايه الترتيب والروقان. حطوا بقى يا جماعه وكده كده ايه ده يا جماعه المفرش بتاعنا وكده كده. انا حاسس انكم في حاجه غلط، انا بقول لكم في حاجه مش مظبوطه. كده مظبوط، كده مظبوط. تعالوا بقى يا جماعه نشوف بقى الدنيا بعد ما اترتبت ونضفت بقت عامله ازاي بالنسبه في الصالات هنا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه جوه. تعالوا اوريكم. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الحته اهو، دي طبعا كان ترتيب كريم وترتيب عمر. يعني كان ترتيب كريم وترتيب عمر. طبعا يا جماعه الدنيا هنا الجو بقى جميل اهو يا جماعه. اوريكم اهو الترتيب هنا يا جماعه، والدنيا جميله بعد ما كانت متبهدله طبعا. عشان ايه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين ايه يا جماعه مش هتعرف تروق. بس كفايه عليها اللي هي تطبخ لنا بقى، لان احنا ما بنعرفش نطبخ بصراحه. تعمل الاكل بتاعنا عشان احنا ما بنعرفش نعمل اكل. لو نعرف نعمل اكل كنا عملناه لها كمان. يا جماعه الدنيا هنا على قد ما بنقدر وعلى قد معرفتنا، بس يعني اعتقد كده الشكل حلو مش وحش. يعني يا ريت تكتبوا لنا رايكم في التعليقات، ننفع يعني نظبط البيت ولا لا. المهم الحاجات دي لازم نتعلمها يا جماعه، ولازم الاطفال كمان يتعلموا الحاجات دي. عشان طبعا الاطفال لما بتكبر ويصبحوا شباب ورجاله طبعا بيروحوا يسافروا بره، فبيشتغلوا بيتغربوا وبيقعدوا لوحدهم طبعا في الغربه، بيقعدوا لوحدهم في بيوت. فمحتاجين طبعا ان هم يتعلموا ازاي ينظفوا مكانهم، ازاي طبعا ان هم يعني يقعدوا في حته كويسه، يعرفوا ازاي يعني يتعلموا الطبيخ، يتعلموا كل حاجه. الراجل لازم يعمل كل حاجه يا جماعه. لما يتعلم كل حاجه، وخاصه تعلم الطفل ابنك وهو صغير، يطلع على طول متعود على كده، فما تحملش همه لما يتسافر او يتغرب او يحصل له اي ظروف، فبيكون قدها ان شاء الله. ودي اجمل حاجه يعني، دي اللي بسطاني، اللي انا بخلي العيال تساعدنا في شغل البيت زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى مع بعض نتابع ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين عمر وكريم الاثنين طبعا بينظفوا الاوضه اللي جوه، وبيطلعوا سله الهدوم وبيحطها طبعا في الغساله قدام الغساله، عشان ايه ينظفوا الدنيا من جوه وتبقى جاهزه للغسيل على طول. تعالوا بقى مع بعض بقى نخش. هنروح طبعا نشوف الاوضه. نخش مع بعض هنا يا جماعه. طبعا الاوضه دي زي ما انتم شايفين كده عايزه ترتيب كبير جدا، لانها طبعا بايظه، وآية نايمه مع عمر الصغير مع عمرو الصغير في الاوضه جوه، واحنا مش عايزين نقلقها، وطبعا مش هنعرف نخش طبعا وهي نايمه، عشان احنا عايزين الحاجه دي تبقى مفاجاه. فهنكتفي ان احنا ننظف الاوضه دي ونظبط الاوضه دي. دلوقتي يا كوكو بقى احنا عايزين ايه نشيل الفرش ده. هنعمل دلوقتي يا جماعه نشيل الفرش ده دلوقتي، ونغير الفرش ده، وجهزت فرش تاني هنركبه مكان الفرش القديم اللي هو اللي اتوسخ ده. يبقى كل حاجه كده تمام، وبعد كده نرتب الاوضه ونظبطها مع بعض. هنشيل هنا بقى الحته دي كده، هندهولها كده. ظبط الدنيا انت عندك يا عمر. وبعد كده ايه هنلبس الحاجه دي يا جماعه ونظبطها، وبعد كده نوريكم الشكل النهائي، عشان ايه شكل العمليه مطوله فمش عايزين نطول الفيديو عليكم. هنرتب الحته دي كده ونظبطها ونوريها لكم دلوقتي. نفرش السرير بعد ما نضفناه طبعا. انا بصراحه مش عارف هي دي بتبقى لورا ولا لقدام، بصراحه انا مش عارف تبقى ورا هنا ولا لقدام دي. انا بصراحه كمان مش عارف، يا ريت تكون ممكن تكون في الجنب، ممكن تكون كده خد ده خدها كده عليك يا كوكو، حطها على الجنب كده. شكلها على الجنب، هي كده جابت السرير مظبوط. حطها بقى على الجنب عندك. طبعا يا جماعه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. بصراحه انا مش عارف يعني المرايه بتكون مجدله كده. طبعا يا جماعه ظبطنا الدنيا وفرشنا السرير زي ما انتم شايفين كده، وروقنا العمل وولعنا عود بخور طبعا، عشان ايه يخلي نفس الاوضه كويس والدنيا كويسه. وهنفتح الشباك ده كمان عشان ايه يهوي الاوضه ويدخل الشمس وتبقى الدنيا تمام. كده تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين الشمس دخلت والجو روق هنا والدنيا مية مية. اتمنى بقى ايه بقى تشوف المنظر الجميل ده، يعني يعجبها الكلام ده ويعجبها النظافه والحاجات الحلوه اللي احنا عملناها لها والمفاجاه اللي احنا عملناها لنا. لكن طبعا يا جماعه يعني احنا ما بنعرفش نطبخ، هو كفايه عليها الطبيخ بقى. عملنا لها الشقه ونظفنا لها الحته، صح يا كوكو؟ تعالوا هنا وروا للناس بقى وشوفوا وقولوا احنا ايه رايكم في التجربه بتاعتنا دي. تعالوا اهو، تعالوا اهو.
ايه رايكم بقى في التجربه دي؟ يعني احسن حاجه الواحد يا جماعه يعني يعلم ولاده زي ما انا قلت لكم ان هم ينظفوا الحته، يعتمدوا على نفسهم عشان لما يكبروا ويبقوا شباب كبار هيحتاجوا طبعا ان هم يخرجوا يسافروا بره، يعملوا حاجتهم بنفسهم. وكمان يعني يا ريت كمان لو يتعلموا الطبيخ يعتمدوا على نفسهم، ويعني لما يطبخوا حاجتهم بايديهم او يشتغلوا بايديهم طبعا هيطلعوا محافظين على نفسهم جدا. واجمل حاجه كمان انك تعلم يعني ابنك النظام، ودي كانت تجربه كويسه حبينا ان احنا ناخدها مع بعض النهارده. فتعالوا بينا مع بعض بقى نشوف ردة فعل ايه لما هتصحى، ايه اللي هيحصل كمان. هنستنى لما تصحى براحتها وبعد كده نوريها احنا عملنا ايه. يلا بينا. طبعا يا جماعه الدنيا بعد ما خلصنا وروقنا العمل، ايه صحيت يا كريم؟ ماما صحيت؟ ماما صحيت، امهم طبعا يا جماعه ايه صحيت وهتيجي دلوقتي تشوف المفاجاه. وخلينا بقى نتابع ونشوف هنا اللي هيحصل. ياي تعالوا نشوف يا جماعه ايه ردة فعل هتكون عامل ازاي. قولي لنا بقى، قولي لنا ايه رايك بقى؟ لا والله زي انت كنت سايبه الدنيا بالليل عمر اجيب متدهوله، بقى. الدنيا كانت متدهوله. ايه رايك بقى؟ ده كله يعني ده كله بمساعدتنا انا وكريم وعمر، اللي طبعا عملنا الشغل ده كله انا وكريم وعمر. انت واخد الصورة دي؟ وانت يا عمو نضفت بس احنا بقى قلنا يعني احنا ما بنعرفش نطبخ بصراحه، يعني كنا عايزين نطبخ لك ولا نعمل لك اي حاجه كده، احنا عارفين انك تعبانه طول الليل، فقلنا ان احنا ايه ننضف لك الدنيا دي. كمية الارهاق كلها في ليلة النوم. بس المفاجاه عجبتك ولا لا؟ اظن انت كنت حامله الهم هتصحى تنضف. ايوه انا غيرت لك كل حاجه. اظن كده انت مزاجك حلو، بس ايه ما تاخديش عليها، يعني مش كل يوم تقول انا تعبانه وكده، احنا قلنا بس ايه نفاجئك ونساعدك النهارده ويبقى الدنيا تمام. لا جميلة والله، تسلم ربنا يخليك يا رب. ابدا بتعمل لي كل يوم. ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا محمد وكريم وعمر يستحقوا لايكات كتير كتير على الفيديو دول بسبب اللي هم عملوه النهارده. شجعوهم كده بلايكات كتير وكومنتات اكتر، كومنتات جميله يا رب ما نتلمش منكم. كانت مفاجاه جميله والله وعجبتني، بس بصراحه يعني احسن احلى حاجه هم عملوها انهم ما نضفوش الشقه. شكلي كده بقى تقول اخش انام تاني، بس احنا عايزين ناكل بصراحه. عايزين ناكل احنا بقى. دورك انت بقى تخش بقى تعمل لنا الاكل وكده. الشقه امبارح بالليل كان وحش جدا جدا، اصلا من وحشتها نفسي تسدد، بس الحمد لله يعني روقوها وظبطوها. عايزين بقى تشجعونا بلايك حلو، كومنت احلى طبعا زيكم كده. دلوقتي الناس تكتب لنا كومنت كويس، شجعوا كريم وعمر، هم مرهقين ليه كده؟ حاسه ان هم مرهقين. تعبوا بقى من الشغل. تعبوا وجعانين حبايبي جاعوا. طبعا يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك كتير الفيديو، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. انا وكريم وعمر ننفع طبعا ان احنا يعني نضفنا البيت واعتمدنا على نفسنا، عشان طبعا اي ظروف تحصل اي حاجه يبقى لازم نكون احنا بنعرف نعمل الحاجات دي، والاطفال لازم تتعلم الكلام ده. يا ريت طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايكات للفيديو واشتراك في القناه. وده كان الفيديو بتاعنا، مع السلامه.